سلام سلام، اليوم غادي نشارك معكم واحد الكنافة بالكريمة كتجي رائعة، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هنا عندي 500 غرام تاع الكنافة، غادي نضيف عليها نصف كاس من زيت المائدة مخلطة ديال الزبدة دائبة اللي هو كأس. هنا هذا هو المول اللي غادي نحضر فيه هاد الكنافة، تقدروا تستعملوا أي مول كان متوفر عندكم. غادي ندهنوه مزيان بالزبدة باش ما تلصقش معايا الكنافة. هنا كما كتشوفوا هنا بعد ما بسست هذيك الكنافة ديالي كاملة بالزبدة والزيت، غادي ندير الطبقة الأولى وغادي نخليها على جنب. نمروا للكريمة اللي غادي نشارك معاكم. كما كتشوفوا هنا عندي واحد الكاسرونة غادي نضيف فيها 2 ديال الكؤوس من الحليب، غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال النشا، وغادي نضيف عليهم واحد الملعقة كبيرة ونصف ديال السكر الخشن. تقدروا تضيفوا حتى لزوج 3 يعني حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. انا بغيتها تجيني حلوة بزاف. هنا بعد ما ضفت المكونات ديالي غادي نخلطهم مزيان وغادي نخليهم على نار مهيله حتى نحس الخليط ديالي بدا كيعقد صافي، وغادي نحيدو فوق النار. هنا بعد ما الخليط بدا كيعقد غادي نضيف عليه 3 ديال الفرماجات، وغادي نضيف عليه واحد الدانونه ديال الفاني. تقدروا تضيفوا الا ما كانش عندكم فرماج تقدروا تضيفوا الجبن كريمي. غادي نحاول نخلط المكونات كاملين مع بعض مزيان، وغادي نضيف واحد الفاني ساشي كإضافة فقط. ما كانش متوفر عندكم ما تضيفوهاش تستغناو عليها. غادي نخلط الكل مع بعض حتى نحصل على واحد الخليط عاقد كما كتشوفوا. هنا كما كتشوفوا بعد ما درت الطبقة الاولى ديال الكنافة حاولت نغطي عليها مزيان. غادي نفرغ هذيك الكريمه ديالي اللي شاركت معكم، غادي نضيفها في الوسط فقط. حاولوا نتوما ما تخليوهاش تسيح في الجوانب، من الاحسن ديروها في الوسط فقط، ما تخليوهاش في الجناب بزاف. صافي هنا بعد ما ضفت الكريمه ديالي غادي ندير الطبقه الثانيه كما كتشوفوا ديال الكنافه. انا هاد الكنافه قسمتها على زوج. صافي غادي نحاول نغطي كامل ديك الكريمه. هنا عندي واحد نصف كاس ديال الزبده مذوبه وحاولت نسقيها به، وغادي ندخلها الفرن على درجه الحراره 180 درجه من الاعلى ومن الاسفل. غادي نشعلوا عليها من الاسفل طيب مزيان. صافي من نشوفوها تحمرت من الاسفل غادي نشعلوها من الاعلى تحمر. كما كتشوفوا بعد ما خرجت الكنافه ديالي هنايا درت كاس ديال الماء وكاس ديال السكر خليتهم يغليو مده ديال 15 دقيقه وسقيت بهم الكنافه ديالي على هاد الطريقه كما كتشوفوا. هنا غادي نخليوها تبرد. بعد ما تبرد غادي نقلبها يعني في طبق التقديم كما كتشوفوا في الاسفل كي جات في طبق التقديم. انا غادي نحاول نسقيها واحد شويه. هنا التزيين دائما كيكون حسب الاختيار ديالكم والرغبه ديالكم، باش ما كان متوفر عندكم تقدروا تزينوها به. انا ما كانش عندي متوفر البيستاج، حاولت نزينها باللوز ايفيلي. غادي نحاول نزينها باللوز ايفيلي في الجوانب وزينتها بالورد، والشكل ديالها البنات كيجي رائع والمذاق رائع. نتمنى انكم تجربوها، كتجي رائعه رائعه في المذاق. شكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.